بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك من الواضح كده ان الزمالك مش هتشارك لا في بطولة افريقيا ولا كاس الكونفدرالية. ليه؟ لان الكاف بيحدد اختيار الفرق لكاس الكونفدرالية وكاس افريقيا من الدور الاول، يعني زي السنة اللي فاتت كده. طيب ده الزمالك مش هتشارك ليه؟ لان الزمالك بكل بساطة الخامس الخامس السنة دي في الدوري، والدور الأول خلاص على وشك الانتهاء. فيشد حلو بقى الزمالك علشان على الأقل يضمن المشاركة في البطولة الأصغر اللي هي الكونفدرالية. فعشان كده بقول للإعلام الزملكاوي بلاش تحطوا الأهلي في دماغكم، طلعوا الأهلي من دماغكم وبصوا لنفسيكم. مهما تحطوا الأهلي في دماغكم الأهلي ماشي زي القطر. بالعكس، انتوا اللي متدحدرين، انتوا عدتوا خلاص، عدتوا زلبطة من كل حاجة. الكاس راح منكم، السوبر لو كنتوا وصلتوا الكاس يعني نهائي الكاس او كده السوبر المصري راح منكم. طيب ايه تاني؟ الدوري انا بقول لكم خلاص راح منكم. بطولة افريقيا لو اعتمد الكاف اعتمد على كده راح منكم كاس افريقيا. طيب الكونفدرالية راحت منكم. زلبطة 2022 23 زلبطة للزمالك علشان الغندوري وكيسة وفيسة وجرجير وفلفل. كل يوم الاهلي عمل، الاهلي ود كهربا مش عارف فين، مش عارف مين. خلاص يا اخي خلي بالك من نفسك، شوف مصلحتك، ما تدورش على مصلحة غيرك. انت بالعكس انت عاوز تهد الاهلي، لكن الاهلي مش هينهد. عارف ليه الاهلي مش هينهد؟ لان الاهلي له اسس شغال عليها، سكة حديد ماشي عليها. فالسكة الحديد فين وفين على ما بتلاقي ملف، والملف يعني مش بيبقى ملف كده، لا بيبقى ملف على الواسع عشان القطر. فلو اتعثر يبقى اكيد بيقف في محطة يريح شوي، عرفتوا؟ فبيقف في محطة يريح حب، لكن بعد كده القطر بيقوم ويمشي في وشه كنس. فيا ريت الزملكاوية والإعلام الزملكاوي يخليه في نفسه، يخليه في حاله، يخليه في الزلبطة اللي هو راح منها خلاص. المفروض كل الزملكاوية يمشي يحلقون زلبطة في الشوارع بالمكن كده، يحلق يحلق يحلق. ليه؟ انت بدون بطولات السنة دي، بس خدتوا سنتين بطولات، خدنا بطولات وكفاية كده بدون قندور وتعشت. حسسنا ان انت وصلت العالمية وانت ما كانش 13 دوري دي ولا 14 دوري، ومش عارف حاجة و30 كاس، ومش عارف شوية بتوع كده. لا يا ابني، لو الاهلي بيسيب بطولة اهو برمي فتافيت للي تحت منه. الاهلي معاه لقمة عيش، بياخد القلب ويرمي الاطراف. فلو رمى الاطراف
فواحد زيك زي الزمالك زي بيراميدز زي تاخد. ده اذا خدت. بيراميدز قدامها فرصه، بيراميدز قدامها فرصه، فرصتها ان هي تاخد بطوله السنه دي من النادي الاهلي. وهتاخدها من مين؟ من الاهلي، ده اذا فازت في نهائي الكاس. طبعا الكاس هيتاجل لان الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه، يبدا يوم واحد يلعب في كاس العالم للانديه في المغرب. والماتش كانوا بيقولوا تقريبا يا اما 3 يا 2 يا 3 يا 4. فاكيد هيأجلوه. ما هو مش هي الاهلي مش هيجيب ولا اقول لكم ممكن مش يأجلوه، الاهلي يطلع يلعب بالناشئين وخلاص هو هياخدها، مش عادي يعني. يا اخي سبحان الله، سبحان الله، انقلب السحر على الساحر. عمالين يورطوا في الاهلي ويعملوا في الاهلي ويسوقوا في الاهلي ومش عارف ايه في الاهلي، وفي الاخر برضك ربنا كرم الاهلي. زي احمد الغندور حكم المباراه بتاع بنك الاهلي والاهلي، حاجه لا توصف. الحكام المصريه مش عايزه تتعلم حاجه نهائيا، وعمرهم ما يتعلموا اي حاجه خالص. جابوا رئيس الحكام الجديد اللي عاوز يحط قوانين وعاوز يعمل، قالوا ده هو جاي واتهموه مثليا وجنسيا وشغلانيا، وعملوا له مش عارف ايه وتهديدات من ايه، وعملوا له ابصر من ايه. قال له اقعد ليه، مع السلامه. دي كله ليه؟ دي كله علشان خاطر الاهلي ما ياخدش الدوري، عشان الحكام تبقى على مزاجه. طيب بيراميدز لعب قدام الاهلي بحكام اجانب، الاهلي كياسهم واداهم 3. الزمالك لعب قدام الاهلي بحكام اجانب، الاهلي برضك نفس القصه كياسهم واداهم 3. ادي بحكام اجانب. البنك الاهلي لعب قدام الاهلي بحكم مصري اسمه جمال الغندور، احمد الغندور ده ولا اسمه ايه، ولا يفقهش يعني، ولا بيتعلموا حاجه ولا ظروفهم في حاجه، وربنا يخرب بيتهم. مش هيتعلموا حاجه نهائيا. هيفضل الدوري المصري طالما في حكامه، هيفضل الدوري المصري زيرو، زلط بطة نهائيا. زيرو، زيرو فنيات وزيرو إثارة وزيرو. بس أحلى حاجة في الدوري المصري الإثارة بتاعته إيه هي؟ الشتيمة وقلة الأدب، الوساخة بين الإعلام وبين بعضه. بس غير كده مفيش. كل يوم يطلع واحد ده فلان ومش عارف إيه وأبصر. حرام عليكم، حرام عليكم، كسرتوا راسنا، يخرب بيتكم وبيت أبوكم، حرام. عاوزين نتفرج على كورة، عاوزين نرفع الكرة المصرية فوق، لا، تطحين. حتى المحللين الرياضيين اللي بيجيبوهم ما ادري كيف اتعاقدوا معاهم وكيف، ما والله ما عارف. لكن هنقول ايه؟ هنقول ان لله وانا اليه راجعون في الدوري المصري. اذا الكاف حدد، اذا الكاف حدد الفرق من الدور الاول، الزمالك باي باي. باي باي ايه؟ باي باي افريقيا، باي باي كونفدرالية، مع الف سلامة يا زمالك. حتى لا طلتوا اول ولا طلتوا تاني ولا تالت ولا رابع، وهتنجعوا هزيمة واحدة من الاهلي حطمتكم. كل فرقة تقابلكم تديكوا على وشكم، رزع رزع رزع. حرام، حرام. يلا ربنا يعين و... وكل واحد عاوز يمشي في طريقه، ما يفكرش في حد. اذا الزمالك عاوزة تتقدم شوية ما تفكرش، مش تصدروا نفسكم المشاكل عشان تهربوا من المسؤولية، تصدروا نفسكم المشاكل. حرام عليكم. مع السلامة.